في ناس كتير بتسأل ربنا بيجربني. كتاب مقدس ما قالناش أبدا إن ربنا بيجرب. اتقال عن الرب إن هو غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا. المجرب ده هو إبليس، لكن الرب ممكن يمتحن. يقول لك امتحن الرب إبراهيم، وهو في أرميا بيقول كده: هكذا قال رب الجنود ها أنا ذا أنقيهم وأمتحنهم. الرب بينقي وبيمتحن. لما بيمتحن بيبقى عارف إن ابنه هينجح في الامتحان. لما بيمتحن بيبقى عارف إن ورا الامتحان في ترقية. عشان كده ما تزعلش لما يبقى فيه امتحان، لكن ازعل لما يبقى فيه تجربة. ولما يبقى فيه تجربة شيطانية اعرف إنك أنت بتجرب لأنك انخدعت وانجذبت من شهوتك زي ما مكتوبة في يعقوب. لكن الامتحان للمتفوقين. تعالوا نصلي. يا أبونا السماوي، نشكرك من أجل دم ابنك اللي سفكته على الصليب لكي يطهرني ولكي يغسلني، فأصير أنا غصن في الكرمة الحية. وانت قلت يا رب كل غصن فيا يأتي بثمر أنقيه ليأتي بثمر أكثر. احنا بنطلب انك تنقينا يا رب. بنطلب يا رب امتحاناتك تكون من يدك، لأن عارفين ان أبونا بيحبنا بيشفق علينا، وعمره ما يكون قاسي، وعمره ما يكون امتحاناته تأذينا، بل بالعكس ترقينا. أشكرك، أنا في حمايتك يا رب يسوع. أنا تحت الدم أحتمي. حينما قبلتك مخلص ليا أنا صرت ابنا لله. إبليس أنت ملكش سلطان علي، وأنا برفضك وكل جنودك، كل قوتك، كل حيلك، كل سلطانك ملكش سلطان علي. تجربتك مش هتنطلي علي. أنا في حماية المسيح. وأعظمك يا رب وأعليك يا رب، ليك كل المجد يا رب. آمين. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطي برقني واشفيني.